ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده معانا الحلقه ال 22 من قصتنا الاسطوريه سيد الاشباح. فخلينا نعمل هدف في الحلقه ديت ان احنا نوصل ل 400 لايك، فما تنساش تعمل لايك يا صديقي وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الحلقه الجديده. وبعدين مونيكا بتقول لهم تعالوا معايا، هتوديهم لجزيرتها، وقالت انا قائده القراصنه والمكان دوت اسمه شبه الجزيره. وفي اللحظه ديت لينفينج بيعرف نفسه باسمه الاصلي لليو وبيقول انه سيد اشباح من الشرق. بس اول ما بيسمع الاسم دوت ليو بيتفاجئ وبيقول له ازاي مش انت كنت قلت اسمك فانجلين؟ ولين فينج بيبتسم باعتذار ويشرح له بهدوء انا عندي اعداء كتير جدا وعلشان كده هو بضطر استخدم اكتر من اسم علشان احمي نفسي. وبعدها خلاص وصلوا للجزيره، وهناك الاستقبال كان فعلا غريب، مش بس استقبال عادي، ده كان مليان بنات كتير جدا بشكل ملفت، وبعض البنات كانوا بيضحكوا بيقولوا الزعيمه رجعت وكمان جابت معاها 2 شباب وسمين جدا. ومونيكا بتبتسم ابتسامه غامضه وتقول لهم نسيت اقول لكم ان الجزيره دي كلها تقريبا مليانه ستات وبس. لينفينج كان محرج جدا من كميه البنات حواليه، وليو كمان تقريبا حصل على نزيف من الانف من سبب الصدمه. وفي الليل مونيكا تقعد معاهم وتبدا تحكي الحقيقه، وبتقول ان هي وباقي البنات اتربوا على ايد الاشباح، وكمان المفروض ان حياتهم كلها تبقى لخدمه القوه الحاكمه في المستقبل، ولكن هي رفضت دوت وقررت تتمرد وجمعت فريق ويسيطروا على المكان دوت وبقوا قراصنه. وبتحذر لينفينج وبتقول له انت محظوظ انك بس استفزت كرين، لان في قوه مرعبه جدا تحت البحر، حتى القوه الحاكمه نفسها بتخاف تقرب منها، وكمان بيستخدموا اصوات وامواج خاصه بالاشباح علشان يقدروا يبحروا بامان في المنطقه ديت. ولين يبدا يفكر معقول يكون في قوه مرعبه بالشكل دوت تحت البحر، وهل ليها علاقه بنهايه العالم؟ وبعدها مونيكا فجاه تنهار وتعيط لما تعرف ان لين سافر الاف الاميال للقاره الاوروبيه بس علشان يرجع روحه الميته، وتتاثر جدا وتقول انا هرافقك بنفس لحد مملكه يو شينج علشان نوصل لهدفك. وتاني يوم الصبح مونيكا بتعرض عليهم السفينه بتاعتها وبتقول ان اول ما الامدادات تجهز هيسافروا مع بعض لاوروبا، لكن المشكله انها كانت لابسه لبس سباحه، ولين وليو كانوا متوترين جدا من الموقف، ومونيكا في نفسها كانت واثقه انها تقدر تتحكم في اي حاجه بسهوله. وفي نفس الوقت بقى البنات كانوا بيتفرجوا متضايقين جدا وبيقولوا ان الزعيمه بدات بسرعه زياده، وفجاه كلهم يقرروا يقلعوا هدومهم ويشاركوا هم كمان في الموضوع، كل واحده تقول انها كمان هتحاول. ومونيكا بعدها تقرب عليهم ويطلعوا حبل ويوصلوا تمساح للحمايه قبل الابحار، لكن فجاه البنات يصرخوا استنى احنا كمان جايين، وفجاه بيحاصروا لينفينج وليو باسئله غريبه، ومونيكا تتعصب وتصرخ فيهم وسيبوهم انا اللي جبتهم هنا. لكن في اللحظه ديت لينفينج يستغل الفرصه ويمسك ليو ويهرب بسرعه ناحيه الجبل، ولكن واضح ان الجزيره ديت داخله على فوضى كبيره جدا والسباق بدا فعليا. وبعد ما يمشوا مونيكا تسال البنات لو ناويين يتمردوا عليها، لكن البنات يردوا بصراحه انهم عايزين يتجوزوا ومفيش ولا راجل واحد في الجزيره، ولما جه 2 وسيمين انت خدتيهم. ومونيكا تشوفهم بيعيطوا وتستسلم للامر وتقول ماشي تنافسوا بطريقكم واللي يكسب هيتجوز. وبنروح على قمه الجبل ومونيكا توري لينفينج تمثال الحمايه، ولين يقول بدهشه بعد كل الاماكن اللي رحتها اول مره اشوف تمثال بالجمال دوت. وبعد شويه يطلعوا بالسفينه بسرعه كبيره ناحيه بلد قتال السيران، وفي الطريق لينفينج وليو يبداوا يلاحظوا حاجه غريبه، طاقم السفينه بيتصرف بشكل مش طبيعي، بيقعوا فجاه ويدخلوا عليهم في اماكن بدون سبب، وبالليل مفيش حد بينام في مكانه الحقيقي، وكل مره لينفينج بيضطر ينام على السطح، وليو بيقول دوت بيحصل معايا برضه، وواضح ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل على السفينه. وفجاه مونيكا بتصرخ سفينه تابعه لاسطول الحاكم قدامنا، والطاقم كله يندفع للهجوم بهدف السرقه، لكن احد ساده الاشباح يظهر ويقول ديت شحنه عبيد للحاكمه مش هتتاخد بسهوله، وتبدا المعركه بسرعه رهيبه، ومونيكا تأمر روحها القتاليه بالهجوم، وفي لحظه لينفينج يتدخل ويقلب الموازين، وبعد قتال سريع السفينه يتم السيطره عليها بسهوله. لكن لينفينج يلاحظ حاجه غريبه، السفينه ما فيهاش غير عبيد وستات وجنود فقط، ويقول لمونيكا بهدوء كأن مجرد سفينه تجاره عاديه. وفي نفس اللحظه لينفينج فجاه يحس حد بينادي اسمه، ويحس باحساس غريب كانه عارف الصوت ده كويس، وفجاه يلاقي نفسه واقف قدام الملكه يو، والملكه بتبص له بهدوء وبتقول له انها نجحت. وفي نفس اللحظه النظام يطلع رساله ان الملكه يو اندمجت بشكل كامل مع جسدها ووصلت لمستوى الحلم من الدرجه الاولى. وليني يمسك وشها مش مصدق، الاحساس حقيقي جدا لدرجه انه مش قادر يفرق الحقيقي والوهم، ويقول في نفسه هي رجعت فعلا، مش مجرد روح او طاقه، دي بقت انسانه كامله. والملكه يو بتفعل قوه الفينيكس بتاعتها وتقول له انها دلوقتي بما انها بقت جسم بشري تقدر تستخدم قدره الاشباح والارواح بشكل كامل. النظام بعد كده بيوضح قدرتها الجديده مناعه ضد الذهب وضوء الشمس، وتقدر تنسخ مجالات الاشباح، وقدرتها الاساسيه اسمها مجال الحلم
الحلم وتقدر تكثف قوة الفينيكس في شكل قوس وسهم، والضربة الواحدة ممكن تقضي على أي شبح وفقدان حياته أكتر من 50% إلا لو كان أقوى منها. ولين يبتسم ويقول في نفسه دوت تطور مرعب، كأنها بقت سلاح حي مش مجرد محاربة. والملكة تمسك إيديه وتطير بيه فوق المدينة وهي بتقول له يجي معاها. ولين يسألها فجأة فاكرة كل اللي حصل قبل كده؟ والملكة تسكت للحظة وبعدين تفتكر كل حاجة وكل الألم وكل الانتقام وكل اللحظات اللي لين ساعدها فيها ضد أعداء الأشباح، وتقول له بهدوء أنا محظوظ إني قابلتك. في نفس الوقت مونيكا تعلن إنهم وصلوا لوجهتهم مدينة الميناء في بلدة كوتال السيران برشلونة. ولين بيسأل ليو إذا كان ناوي يسيب الرحلة، وليو بيرد بهدوء الرحلة الجاية هتبقى أصعب ومش هقدر أكمل معاك لكن هفضل أراقب حركة الحكام. ولين يبتسم ويقول له ماشي بس لو احتجت أي حاجة ممكن تسألني، أنت لسه دافع وليك دين عندي كبير جدا. ومونيكا تلمح ليهم وتبتسم بخفة وما تنساش جزيرتي دايما مفتوحة ليك. وبعدها ليو يودعهم ويمشي، ومونيكا بعدها تقرر تدخل المدينة مع لين فينج لوحدهم. والبنات على السفينة زعقوا دوت ظلم وهي واخدت لين لوحدها. ومونيكا تضحك وتشد لين وتقول له يلا بينا الوقت للمتعة. ولين يرد وهو محرج انا محتاج بس الاقي حد يسأل عن موقع قلعة الوردة. واول ما يدخلوا المدينة لين يلاحظ انها مليانة حياة وحركة بشكل غير طبيعي. ومونيكا تقول له بحماس شكلنا جايين في وقت مهرجان الجري مع السيران. ولين يسأل يعني ايه الجري مع السيران؟ وفجأة صراخ عالي في كل مكان وناس بتجري والشوارع بتتفتح وظهر فجأة سور ضخم براسين وبيهجم على اي حد قدامه. ولين يبتسم بحماس وديت فعلا مدينة كوتال، اخيرا حاجة ممتعة. ولكن مونيكا ترتبك والسور دوت جاي علينا والسور يندفع عليهم بسرعة، لكن قبل ما حد يتحرك لين يوقفه بايديه بسهولة كأنه لعبة وفجأة يرميه ارضا بضربة واحدة ويفقد الوعي. الناس كلها بتصرخ من الصدمة وبعدين تهتف ليه ودوت انقذ المدينة. ومونيكا مصدومة انت ازاي عملت كده بسهولة؟ ولين يضحك يمكن جسم اتصرف لوحده، لكن في لحظة الجو يتغير والناس كلها بتبص ليه كأنه اسطورة جديدة ظهرت فجأة. وبعدها بنت تقرب منه وتقول له انه رهيب. ولين يسألها عن قلعة الوردة، البنت تقول له يروح لراجل عجوز اعور في مكتبة مستعملة لكنه عصبي جدا. ولين يروح له بالفعل لكن الراجل يرفض يتكلم، مش هقول لك اي حاجة عن القلعة ديت امشي. وقبل ما يكمل كلامه مونيكا تمسكه من هدومه وتقول له انها قرصانة، والراجل يخاف فورا ويبدأ يلين كلامه. وبعد ضغط بسيط الراجل يقرر يحكي لهم قصة خطيرة جدا ويقول له ان زمان حصل على مذكرة قديمة لعيلة صيادين الشياطين وكان مع ابنه الروبي، وكشفوا ان قلعة الورد كانت في الاصل ملك لشبح قوي جدا ولكن تم هزيمتها وسجنها داخل مرآة بواسطة ساحر قوي. وبعد سنين العائلة اللي كانت حارسة القلعة تم تدميرها بالكامل بسبب مصاصين الدماء والقلعة اتحولت لخراب. وفي محاولة منهم للوصول للكنز حاولوا يستدعوا الشبح مرة تانية باستخدام المذكرة، لكن فجأة الخدم كان اتكسر والشبح اتحرر ومن وقتها بقى بيطارد اي حد يدخل القلعة وبيفقدوا اعينهم لو حاولوا الهروب. والراجل يقول بخوف ابعدوا عن القلعة ديت مش لعبة. ولين يسمع القصة بهدوء لكنه عينه تلمع، ويعني في شبح خطير وكنز في نفس المكان واضح ان ديت مش مهمة عادية خالص. وبعد ما الراجل العجوز خلص حكايته الخطيرة عن قلعة الوردة بيكمل كلامه وهو باين عليه القلق وبيقول ان ظهور الارواح الشريرة في القلعة ما زال مستمر لحد دلوقتي، وانه زمان فكر يرجع ياخد حقه وينتقم لكن اول ما وقف قدام القوة المرعبة ديت حس انه عاجز تماما. ويبص ليهم ويقول لهم بصراحة لو لسه ناويين تروحوا بعد اللي سمعتوه خدوا الدفتر دوت معاكم. ولين يبص ليه بهدوء ويقول له انا عندي سبب لازم يخليني اروح هناك وشكرا على المساعدة. وبعد ما يمشوا العجوز يبص على صورة ابنه ويهمس ربنا يرحمكم. وبعد شوية لين يحس في قلبه ان رجع تاني لقلعة الوردة، بس المرة ديت الاحساس مختلف كأن المكان نفسه مش طبيعي. النظام يظهر فجأة ويقول ان في شظية روح تونجا قريبة وكل ما يقربوا منها نشاط الارواح بيزيد بشكل خطير. ويعرض عليه النظام سؤال هل تريد استخدام مفتاح القلعة لفتح البوابة؟ ولين بيقول نعم. واول ما يدخلوا مونيكا ترفع سلاحها فورا وتستعد للهجوم خد بالك، لكن لينفينجي يوقفها بسرعة ويقول لها اهدي ديت مجرد ضمة بتستقبلنا. ومونيكا تتنهد كنت فاكرة هجوم، لكن لين يهمز الشعور دوت مش طبيعي، الشظية فعلا قريبة جدا، واضح ان القلعة بدأت تلعب معاهم من اول خطوة. ويمشوا في ممر طويل جدا مليان تماثيل مكسورة، ومونيكا تلاحظ انهم ماشيين فيه بقالهم وقت طويل بشكل مش منطقي وتقول الممر دوت ملوش نهاية ولا ايه؟ ولين بيرد حاسس اننا داخلين على نمط متكرر زي فخ مش فاهمينه. وفجأة جونج بتبعت ليه رسالة ذهنية بص على الرسومات على الحيطة، ومونيكا تبص للرسومات وتتوتر جدا دي شكلها مرعب وتتمسك بلين فينج بسرعة انا شجاعة جدا بس الحاجة ديت مش طبيعية. ولين يحاول يهديها ما تخافيش الرسومات ديت مش عشوائية. وبعد ما يركزوا يلاحظوا ان كل لوحة مكتوب عليها كلمات غريبة
غريبة وكأنها أجزاء من أغنية واحدة، ومكتوب ماريا ذات العيون الخضراء قابلت العيون المقتلعة، ومونيكا ترتجف إيه الكلام دوت، ولين يبدأ يربط الأحداث ديت مش مجرد رسومات، ده لغز كامل. ومونيكا بتلاحظ حاجة مرعبة، وش لين بدأ يتغير كأنه بيتحول لدمية لحظيا وتصرخ وانت كويس، ولين يرد واضح ان دوت تأثير الممر، لو فضلنا هنا هوت اكتر هنبقى زيهم. ويفهم فجأة الحقيقة ان الحل هو ترتيب الأغنية ديت بشكل صحيح من الرسومات، وبعد محاولة وتركيز يقدر أخيرا يفك اللغز والباب يتفتح قدامهم. ومونيكا تقول له أخيرا، لكن لين يرد بهدوء ده لسه البداية، ويدخلوا غرفة جديدة فيها مرآة ضخمة جدا، ومونيكا تقرا ملاحظة ديت نفس المرآة اللي ختمت الروح الشريرة زمان، ولين يهمس يبقى الهدف هنا أكيد، وبيرفع ايديه ويبدأ ينفذ طريقة الاستدعاء المكتوبة في الدفتر. وفي اللحظة ديت يستدعي جونجو والملكة يو ويقول لهم احموا مونيكا وما تقربوش من المرآة، ومونيكا تتصدم انه معاه كمان ارواح بتتكلم، ولكن قبل ما تفهم اللعبة بدأت تتحول لواقع مرعب، ولين يقف قدام المرآة ويكرر كلمات غريبة، وفجأة صوت يرد عليه من الداخل مين اللي صحى الست ديت، والمرآة تتكسر من جوه وظهور شبح انثى مرعبة جدا، وتبص على لين فينج وتقول له انت زوجي، وبعد لحظات صمت تضيف لا مش هو، يبقى هاخد عينيك، ولكن لما تبص كويس عليه تتغير نبرتها فجأة، لا انت زوجي، وفي ثانية واحدة تسحبه جوه المرآة، ومونيكا تصرخ وتقول لها سيبيه، والشبح يرد بغضب انت عايزة تاخديه جوزي مني، ويبدأ الهجوم مرعب على مونيكا، لكن الملكة هيو تتدخل بسرعة وتحميها، وفي نفس الوقت تقول للجونج لين محتجز داخل المرآة لازم نوصل لوعيه، وجونج ترد مفهوم، وجوه المرآة لين فتح عينيه ويلاقي نفسه في مسرح ضخم جدا، وسوب يقول له اهلا بيك في عرض المرآة، وفجأة دوميا تبدأ تحكي القصة. زمان كان في كونت وزوجته من بلدة قتال السيران اتجوزوا بحب كبير، لكن الحرب فقدهم، والكونت راح القتال ووعد يرجع، لكن الشائعات قالت انه مات، والزوجة فضلت تستناه يوم بعد يوم لحد ما بدأت تكبر وتنهار، ومع الوقت عملت صفقة مع دوميا ملعونة علشان تحافظ على شكلها، وروحها بدأت تتغير. ولين كان واقف وسط المسرح وبيقول في نفسه واضح ان القصة ديت مش مجرد ماضي، ده فخ بيعيد نفسه، والست تبدأ تقرب منه ببطء، ولين يقف قدام المرآة المكسورة والجو حواليه تقيل جدا كأن القلعة نفسها بتتنفس غضب، والنظام يوضح الحقيقة الصادمة، بقايا ماري اعتمدت على دم البشر علشان تحافظ على شكلها، ومن وقتها القلعة بقت مكان اختفاء وموت للناس، وكل الضحايا بيتحولوا لدمى جوه المكان، واسم الكونتيسة الأصل اتنسى مع الوقت وبقى اسمها المعروف هو ماري الدموية. ولين يفكر في صدمة واحدة مستنية حد مش راجع، وفي سبيل دوت بيتحول الناس لدمى، والحب دوت بقى لعنة مش قصة رومانسية. وفجأة الشبح الأنثى يظهر قدامه تاني وبصوت ناعم وخطير يا زوجي العزيز راضي عن عرضي، ولين يحاول يتحرك لكن جسمه مش مستجيب وكأنه متجمد داخل وهم القلعة. وفي نفس اللحظة جونج يبعت رسالة للملكة يو مونيكا داخل عالم المرآة كمان، والملكة يو ترد بسرعة هحميها وخليها تضرب المجال الصوتي لكسره، وجونج تتحول وتغطي مونيكا وتدفعها ناحية قلب المعركة وهي بتجري بكل قوتها ناحية المرآة. وفي لحظة خطيرة مونيكا تنجح تدخل عالم المرآة، والقتال جوه بقى فوضى كاملة، والملكة يو لسه بتصد هجمات الدمية واحدة ورا التانية، والشبح يقترب من لين فينج ويهمس خلينا نكمل علاقتنا، وتبدأ تقرب منه بشكل مرعب كأنها عايزة تكسر إرادته، لكن فجأة صوت عالي يهز المكان، مونيكا بتصرخ من فوق، واللحظة دي كانت كسرت التوتر بشكل غريب، وبوم بيطلق موجة صوتية قوية جدا داخل المرآة، والشكوك تبدأ تظهر في كل مكان، ولين فجأة يقدر يتحرك تاني ويفهم العالم الوهمي بدأ ينهار، وجونج تشتبك مع الشبح وتقول لها مسكناها، وفي نفس الوقت الملكة يو تنضم ليهم ومونيكا تقول لهم بصدمة ديت أول مرة أشوف شبح بالقوة ديت، ولكن لين يحس بحاجة غلط ويقول بسرعة لسه ما خلصناش، والشبح فجأة تختفي وتظهر قدامهم مباشرة، وطالما اتكشفت يبقى لازم تبقى دمية للأبد، ولكن لين يبتسم بهدوء لأول مرة وكأنه قرر يخلص اللعبة ومش هسيب أي فرصة تانية، ويستدعي كل أرواحه دفعة واحدة ويأمرهم يدوروا على دمية الروح ويدمروها فورا، ومونيكا تشوف قوته الحقيقية لأول مرة وتبص لي بصدمة دوت مستواه الحقيقي، وتقول بصوت شبه مبهور دوت أقوى واحد شفته في حياتي، وفي ثواني الأرواح بتقعد تمسح كل الدمى اللي في المكان، ولكن الشبح الأنثى تبتسم فجأة وتتحول لهجوم مباشرة على مونيكا، ومونيكا تصرخ على لين فينجا، ولكن قبل أي حاجة لين يقطع الهجوم بنص ضربة ويكتشف إن اللي قدامه مجرد دمية مزيفة، ومونيكا كانت بترتجف كانت بتقول هموت، ولين يرد بهدوء ديت نسخة مش هي، ويفهم إن قدرة الشبح هي تقليد أي شخص، ودوت بيخلي القتال أخطر بكتير مما كنا متخيلين، ويأمر أرواحه يمسحوا أي نسخة دخلت معانا، وفي دقايق قليلة كل الدمى تنفجر، لكن فجأة الشبح تبدأ تسعل دم، والملكة هيو تستغل اللحظة ديت وتطلق سهم ناري قوي جدا من الفينيكس
بتاعتها، وضربة واحدة بس تكفي تمسح الشبح بالكامل وتخليها تتحول لرماد. والنظام بيعلن تم القضاء على روح ماريا الدموية ومكافأة 30,000 خبرة وزائد عنصر نادر. ولين يقف قدام المراية المكسورة وهو بيتنفس بهدوء، لكن واضح ان الرحلة لسه مكملة. ويفتح كنز القلعة لكن مونيكا تتفاجئ فين الكنز ده كله خراب. ولين يرد دوت مش كنز، دي بقايا حرب صيادين الشياطين، ويضيف واضح انهم كانوا بيطهروا العالم دوت من الارواح قبلنا. ومونيكا فجأة تلاقي دهب كتير وتفرح جدا، لكن لين يلاقي قطعة غريبة شظية تونجا ويوافق على دمجها. ويظهر له مشهد قديم راجل اسمه ادوارد بيقول انه هيواجه الروح المرعبة في قلعة الوردة، وبعدها طقوس قاسية جدا. وشخص اسمه تونج بيتعذب وسط دائرة غامضة، ولكن الغريب الروح كانت اندمجت مع جسدها بالكامل ومحدش قدر اصلا يخرجها. ولين يشاهد المشهد بهدوء لكن عينيه تضيق، ويبقى القصة اكبر من مجرد روح، ديت حالة اندماج كاملة. وفي النهاية لين يقفل عينيه لحظة ويهمس لسه في اسرار كتير مستخبية، والذكريات داخل المراية لسه مكملة. ويدور ينهار قدام صرخة تونج ويوقف كل شيء فورا ويصرخ ديت حفيدتي محدش يقرب منها. والناس حواليه يعترضوا ويقولوا انه لازم يتم القضاء عليها لانها حاملة للشر. ولكن ادوار يرد بغضب شديد اسكتوا، انا اقسم على شرف عائلة الصيادين اني مش هسمح ان اي اذى يقرب منها تاني. وواحد من الكبار العائلة يدخل ويقول ببرودة رئيس العائلة خد القرار، لسه واقفين ليه؟ وبعدها الكل ينسحب وادوار يشكر باسكال اخوه الاصغر على دعمه، وبعدين يشيل تونج ويمشي من مكان الطقوس. وتونج وهي نايمة تهمس باسمه كأنها بتحس بالامان معاه رغم كل حاجة. وبعد وقت ادوار بيديها حاجة غريبة جدا، رابطة عنق خاصة بيه، ويقول لها ان ديت كنز ومن دلوقتي ديت بتاعتك. ويشرح ان الرابطة ديت تقدر مؤقتا تكتم تأثير الروح الشريرة اللي جواها. ومن هنا تونج تدخل رسميا عائلة راسال، وسنة كاملة تمر وتونج بتكبر وبتحتفل بعيد ميلادها. وادوار يبتسم لأول مرة بفرح حقيقي ويقول النهارده بقيتي 10 سنين. والدكتور بيقول ان نظرها بدأ يتحسن وبقت تشوف الضوء. وادوار بيوعدها لما تبقى قادرة تشوف كويس هياخدها مدينة الملاهي اللي هو صممها مخصوص ليها. ولين وهو بيتفرج على الذاكرة بيفكر دي كانت أحسن أيام حياتها، بس واضح إن النهاية كانت قريبة من البداية. لكن مع الوقت تونج جسمها بدأ يتغير بشكل غريب كأنها بتقرب من عالم الأرواح أكتر من البشر. وفي اللحظة إدوار يمرض فجأة وتونج تبقى قلقة جدا عليه، والخادمة تطمنها الدكتور مع السيد ما تقلقيش. لكن فجأة تونج تصرخ استنى أنا شايفة كل حاجة، وتجري بسرعة علشان تقول لإدوار إنها استعادت نظرها بالكامل. لكن داخل غرفة إدوار باسكال بيقول له بقلق صحتك بتسوء بسرعة. وخارج الغرفة ناس من العائلة بيتكلموا، رئيس العائلة بيضعف بسرعة السنين ديت، واحد يرد دوت بسبب وجود وعاء الروح الشرير قريب منه، ولو استمر كدهوت مش هيعيش كتير. وتونج كانت بتسمع الكلام دوت وتتجمد وتفهم ان مرض جدها بسببها هي، وتبدأ تبكي واحساس الذنب يكسرها. ولين وهو داخل الذكريات يقول لها دوت مش ذنبك. وفي الواقع النظام بيقول للين انه حصل على شظية روح تونجا. لكن فجأة مونيكا تسأله مالك وشكلك ليه مش مبسوط، المفروض تفرح. ولين يرد بهدوء مفيش حاجة، ويقرروا يقضوا الليل في نفس المكان. وفي الليل جونج بتصحي لين فجأة ومونيكا اختفت، والصدمة كانت بتبدأ. ولين يلاقي آثار غريبة في غرفة مونيكا، شعر حيوانات وبصماته مش طبيعية. وفجأة يشوف من الشباك مستذئب ضخم في الخارج، ولين يقرر يطارده فورا. والمطاردة تستمر ومستذئب ينزل فجأة نفق تحت الأرض. ولين يكتشف بقايا مصاصين الدماء ويفهم إن المكان ممكن يكون عش قديم، وبدون تردد يقول نخلص عليهم وينزل مع أرواحه. وجوه النفق لين يلاقي نفسه محاصر من مجموعة مستذئبين، لكن المفاجأة إنهم بيرفعوا إيديهم وبيقولوا له استسلمنا ما تأذيناش. ولين يتجمد لحظة هم بيتكلموا، وفجأة مونيكا تظهر وتصرخ سيبهم. ولين يتصدم انت هنا، وأحد المستذئبين يشرح بسرعة هو كان بيطاردني وأنا هربت هنوت علشان أنقذ نفسي. ومونيكا تشرح دولت سكان ملجأ من العصور القديمة مش وحوش، وكلهم بيشيلوا الأقنعة وبيبانوا بشر عاديين. وبنت اسمها تشارلي تقرب وتسأل انت صديق مونيكا، ومونيكا تشرح ليهم الموقف بالكامل. ونين يبدأ يفهم الحياة هنا مش أبيض وأسود، في ناس شكلهم مخيف لكن مش أعداء. ومونيكا بتكمل وتقول إنها كانت بتحرس غرفة فاضية في القلعة، وفجأة تشارلي نادت عليها ودخلت عليها من غير ما تحس. ومونيكا بتبص لتشارلي وبتصدمة وبتقول لها مين انتي؟ تشارلي ترد بسرعة وتحذرهم المكان دوت كان تابع لروح شريرة قوية ولازم تهربوا فورا. لكن مونيكا تضحك بثقة وتقول الروح ديت أنا خلصت عليها خلاص، وبتسألها بفضول إيه حكاية اللبس اللي عليكي دوت. وتشارلي تشرح بهدوء إن البدلة ديت مصممة بطريقة تخليهم يقدروا يطلعوا قوة فوق البشر العاديين. ومونيكا بدل ما تقلق تبدأ تفكر في حاجة تانية، يبقى أكيد في حاجة قيمة هنا. ولين بيسمع الكلام ده كله لكنه بيفضل حذر. وفجأة النظام يظهر وتم اكتشاف شظية روح قريبة المسافة 1000 متر. ولين
يبص لتشارلي ويسألها تقدري تودينا الملجأ بتاعكم، وتشارلي تبتسم وتقول له أكيد. وفي الطريق لتشارلي تبدأ تحكي تاريخ المكان، وهنا زمان كان معقل لمصاصين الدماء، وبعد ما اتدمر بقوة مجهولة فضل مهجور لفترة طويلة لحد ما عالم عبقري في الجيل الأول لقاه وحوله الملجأ. وتكمل هو كان متوقع المستقبل بحسابات واختفى مع مجموعة ناس قبل الكارثة، ولين يسمع باهتمام ويبدأ يربط يبقى المكان دوت معمول قبل الانهيار الكبير. ولما يوصلوا للبوابة لين يتفاجأ إنه مصنوع كامل من الذهب الخالص، ويهمس علشان كده هوت محدش اكتشفه، ويدخل المكان ومونيكا تنبهر، ودوت مش ملجأ دي مدينة كاملة تحت الأرض. وتشارلي تشرح النظام: الطابق الأول زراعة النباتات، والطابق الثاني تربية الحيوانات، والثالث بحث ودراسة، والرابع مخزن ضخم، والخامس مفاعل طاقة نووية بيشغل المكان كله. وتضيف النظام كله شغال بدورة مغلقة متكاملة. لكن فجأة تقول بقلق في مشكلة: النظام بدأ ينهار ولازم نخرج نجيب قطع إصلاح. وبيمشوا داخل نفق تحت الأرض. وتشارلي تضحك: الفرخة اللي في إيديك ديت جاية من هنا. ولين يبص حواليه بدهشة، والمكان دوت بيجمع تاريخ العالم القديم، وبيشوف معدات وتقنيات عمره ما شافها قبل كده. وتشارلي تعرفهم على أختها زينون، وتقول إنها عبقرية وهتحاول تحل مشكلة النظام، وبعدها توديهم للمخزن الرئيسي وتقول كل الكنوز هنا. ومونيكا تلمع عينيها فورا وتقول أخيرا. ولين يقرب من مجموعة أدوات ويحس بحاجة قوية دوت اللي كان بيدور عليه. وفجأة النظام يسأله: هل ترى في جمع قنبلة إدوار مع شيز تروح تونجا؟ ولين يرد بنعم، ويبدأ عرض ذكريات تونج من جديد، وهي بتركض وهي حزينة وفاكرة إن سبب ألم جدها هو وجودها. وتقرر تهرب علشان تحميه، وتدخل صندوق خشبي للاختباء، ولكن تسمع صوت جنود بيقولوا إن المكان كله مجرد مصاصين دماء ضعفاء. تفهم إن جدها قريب منها. وفي نفس الوقت إدوار في عربية وبيفكر أجيب لها إيه هدية إيه المرة ديت. وبالليل يوصل لمقبرة وسط غابة، وبمجرد ما ينزل الجثث تبدأ تقوم من الأرض، لكن إدوار بدون تردد يرفع سلاحه ويبدأ يقاتل واحد ورا التاني. وبعد معركة طويلة يقف وهو بيتنفس بصعوبة، واضح إن جسمه مش زي الأول، لكن يفضل يقاتل كل اللي يهاجموه لحد ما المكان يهدأ. وتونج من داخل الصندوق تبص له بحذر: جدي قوي جدا. لكن فجأة تحس بألم شديد وتسعل دم، وفي اللحظة ديت روح شريرة تهاجم على إدوار من الخلف وتصيبه. والروح تهمس: استنيت اللحظة ديت من سنين. وإدوار يتفاجأ انت مين، ويحاول يدفعها بطاقة روحية قوية، لكن الصدمة الأكبر تظهر لما يعرف الحقيقة، وفي شخص قريب منه كان بيسممه تدريجيا طول السنين. وتونج تشوف جدها بيتأذى وما استحملتش، تخرج من العربة وتركض وهي بتصرخ: جدي. وإدوار يتفاجأ: انت هنا ليه وازاي بتشوفيني؟ وتونج وهي بتعيط: انا شفت كل حاجة ونظري رجع. وتكمل بوجع: مش انت وعدتني لما ارجع اشوف توديني الملاهي؟ ولكن فجأة روح شريرة تانية تظهر وتتكلم بثقة: ادوار انت اقوى سائق شيطان حتى وانت بتحتضر. وتكشف الحقيقة الصدمة: لو مش اخوك اللي كان بيدس ليك السم سنين كنت هتكون بخير. وادوار يتجمد في مكانه: انت بتقولي ايه؟ وهنا الصدمة الحقيقية تبدأ: مش العدو من الخارج، لكن كان من اقرب ناس لي. وهنا صديقي بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، فما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، واستنانا في الحلقة القادمة عشان هتبقى اجمد من ديت. وسلام يا بطل.